البسبوسة اللي تخطف قلبك قبل بطنك، الوصفة السرية اللي محدش بيقولها يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا بقى خلطة بسبوسة وبسيسة، في بصوا مقولكوش الدنيا عاملة ازاي. البسيسة دي يعني عايزة اقولكوا هتخطف قلبكم بجد يا جدعان. انا النهاردة يعني مش عارفة اقول لكم ايه. النهاردة انا جايبة ليكم وصفة لو عرفها الشيف غردون رمزي كان ساب المطبخ وفتح محل بسيسة. النهاردة هنعمل بسيسة بقى، او زي ما بحب اقولها كده الكائن الذهبي اللي بيدوب في بقك كده زي الكلام الحلو يا جماعة. تعالوا بقى يا جماعة هقول لكم هنا القصة وما فيها. اول حاجة هنعملها يا جماعة ونبدأ بيها هي المكونات. 2 كوباية دقيق ذرة، ده البطل الحقيقي في القصة كلها. نص كوباية دقيق ابيض زي المساعد زي الكومبارس كده في الافلام. كوباية سكر عشان اللي عمل دايت ينسى انه عامل دايت. كوباية لبن، بس ما فيش اي لبن، لازم يكون دافي، يعني لازم زي يكون ايه، لا سخن ولا ساقع، زي حضن ماما كده بالظبط. نص كوباية زيت، وده بيخلي البسيسة تقول انا طرية وناعمة. معلقة جوز الهند، ماشي. كلها مكونات سهلة. معلقة بيكنج باودر، معلقتين فانيليا عشان البسيسة تطلع زي القمر زيك. هنحط بقى الخليط كله كل ما هو سايل على موسيقى مضحكة، يعني في هدوء. تمام. هنقلب كل المكونات الجافة لوحدها والمكونات السايلة لوحدها. لو عندك خلاط مفيش مشكلة، هتبقى سهلة برضو وبسيطة على قلبك وعلى ايديكي وعلى كل دنيتك، مش هتبقى صعبة عليكي خالص. يلا بينا كده. احنا حطينا كل السوائل في الخلاط، احنا دلوقتي بنضربها اهي في الخلاط. تمام. الحاجات السايله زي البيض والزيت، اللبن، لو كوبايه زبادي برضو انا حطيت كوبايه زبادي عشان تديها طريان شويه، ما تبقاش ناشفه او جافه كده تيجي تاكليها تبقى ناشفه في ايدك او في بقك. لا، احنا هنخلي كل حاجه طريه زي البسبوسه بالظبط. عايزه اقول لكم والله كل ما في الموضوع هو سهل جدا. هنحط ايه بقى يا بنات معانا؟ هنحط كوبايه الزبادي دي مع المكونات السايله كلها وهنضربها. هنبتدي هنا ناخد العجانه اهي او الطبق اللي معانا، مع كوبايتين بتوع الدقيق الابيض مع كوبايتين دقيق الذره، هنحطهم مع بعض ونخلطهم. هيبقى خليط ناشف على الناشف كده. تمام. ان شاء الله تكون سهله وبسيطه على قلوبكم. ده دقيق الذره، بصوا اصفر وجميل ازاي، وبيبقى ناعم. لازم يا بنات يبقى منخول وناعم نضيف، يعني ما فيهوش اي شوائب. تمام. هنحطهم برضو مع الدقيق الابيض، هنخلط ده مع ده. معانا طبعا الفانيليا والبيكنج باودر. هنحط البيكنج باودر والفانيليا مع بعض اهم في ايديا. انا حطيتهم على في طبق مع بعضيهم، لاني خليت السوائل مع بعضها في الخلاط، وكل ما هو جاف في طبق العجان. ويفضل لما نيجي نقلب يا جماعه يبقى بصوا كده اهو الخليط السائل كله مع بعضه. بصوا المنظر، بصوا الروعه، بصوا الجمال. بصوا انا كده بفضي كل ما هو سائل من الخلاط في العجان. عايزه اقول لكم يا بنات والله سهله، حتى الاطفال عندكم هيحبوها. يعني تعمليها بطيبه قلب كده وحنيه، لان هيبقى معانا اطفال يا جماعه بتاكل منها، فلازم يحسوا بطيبه قلب ماما في الموضوع. بصوا كده يا جماعه، بصوا اللهم بارك. طبعا انا عشان حاطه لها بيكنج باودر في العجان، تحسوا ان هي اللهم صل عليك يا نبي، تحسوا ان هي فايره، او ما شاء الله العجينه بتاعتها طالعه لفوق شويه. بصوا انا ليه بفضل بالعجان؟ لان المضرب ده او العجان في ايدي بيجيب ما هو كل ما هو ناشف تحت من الدقيق. بصوا يعني انا كده بقلب من النص، وبعد كده اجي اخد من الجناب، وبعد كده اقلب من النص، بحيث ان لو في حاجه تحت ناشفه او متماسكه في العجان من تحت اعرف اطلعها. بصوا كده التقليبه نفسها انا بقلبها ازاي. يا ريت اللي بيعملها بصوا المنظر يقلد توته في طريقه عمايلها بالظبط، صدقوني هتطلع بطيبه قلب وحنيه توته وماما وهي بتعملها. هتدعوا لي دعوه يا جماعه في الكومنتات، اوعوا تنسوا توته اختكم. ربي يسعد قلوبكم ويكبر بخاطركم. طبعا احنا هنا مسكنا الصينيه، في اللي عايز يدهنها زيت براحته، في اللي عايز يدهنها زبده برضو براحته، في اللي عايز يدهنها حته سمنه بلدي براحته. كل ما هو انت حباه اعمليه، لان الحاجه وانت بتعمليها وانت حباها بتطلع من قلبك لاولادك او لجوزك او سي كل ما هو قريب منك بتعملي له الحاجه دي. بصوا
والله العظيم بجد هتطلع روعة يا جماعة. بس بالله عليكم ما تنسوش الدعوة الحلوة في التعليقات. بصوا المنظر، بصوا الجمال. انا كده بفضيها اهي من العجانة. بصوا ما خدتش وقت. قولوا لي يا جماعة كده في التعليقات خدت وقت مني، وقولوا لي عجبتكم ولا لا. قولوا لي الطريقة دي سهلة وبسيطة ولا لا. بصوا كده في الصينية عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا دعوة حلوة كده. كل اللي يدعي لتوتة دعوة حلوة يزور بيت الله الحرام يا رب، وييسر له اموره ويصلح حاله يا رب. ربي ييسر لكم اموركم ويصلح لكم حالكم ويفرجها عليكم ويرزقكم بالخير يا رب من حيث لا تحتسبوا. بصوا كده انا دخلتها على درجة حرارة 180 في الميكروويف. وعايزة اقول لكم تركاية يا جماعة بسيطة وسهلة على قلوبكم ان شاء الله. لازم الفرن يا جماعة في كيكة، في بسبوسة، في بسيسة، فكل ما هو حلويات لازم الميكروويف او الفرنة تكون سخنة قبل ما نحط فيها الحاجة. ليه يا توتة؟ عشان البيكنج باودر مع الدقيق مع العجينة نفسها ما تخملش، ما تقعش، ما تهبطش. بالعكس لما الحاجة تخش وهي الفرنة سخنة اللهم بارك تخلي العجينة تنفش معاكي. دي تركاية بجد جميلة واستاهل، متهيألي عليها دعوة حلوة من قلوبكم. رب يسعد قلوبكم يا رب. كل اللي بيشوف فيديو توتة بيحط لها اللايك والتعليق الحلو منه. ربنا يرزقه بيت الله الحرام وييسر له اموره. بصوا كده يا جماعه بقى ان شاء الله هي هتطلع، وانا هوريكم ان شاء الله بعد ما تطلع هي شكلها هيبقى عامل ازاي. بس يا رب كده ربنا يكرمني وتطلع جميله عند حسن ظني زي ما انا متوقعاها. ان شاء الله ما يطلعش فيها حاجه مش حلوه. ادعوا لي يا جماعه ما حدش يضحك على توته لو طلع فيها حاجه. اختكم بقى ولازم تشيلوها يا جماعه. ان شاء الله تطلع خفيفه باذن الله وهتدعوا لي دعوه كده جميله لطيفه. بصوا كده اوريكم بقى المنظر. بصوا بس ها، ادعوا دعوة حلوة. ربنا يستر يا جماعة. بصوا بقى يا جماعة كده مع المفاجأة الكبرى. تا. بصوا الجمال. دي مش صينية بسيسة، دي حالة حب، اقسم بالله حالة حب. يعني عايزة اقول لكم جربوها بجد ولو فشلت قولوا لي ان انتوا جربتوها عند حد تاني. قولوا لي مش حلوة يا توتة. اللي احنا جربناها وطلعت مش حلوة. بس والله العظيم صدقوني هتعجبكم ان شاء الله وتنال اعجابكم. بصوا المنظر الروعة، بصوا الصينية، بصوا جمالها، بصوا طعمتها، بصوا حلاوتها. اقسم بالله وشها عامل زي البدر المنور. دي بقى البسيسة اللي تتاكل على حق يا جماعة. بصوا الروعة. انا عايزاكم بجد تمشوا على نفس طريقه توته هتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. اهم حاجه يا جماعه درجه الحراره ما تبقاش الا 30 يا 35 دقيقه، على حسب قدامك الوش استوى ولا لا. زي ما انتم شايفين كده قدامكم. انا بصراحه بيني وبينكم عملتها 35 دقيقه. طبعا بتختلف من كل فرنه والتانيه على حسب درجه او قوه حراره الفرن. فاهمين قصدي ايه؟ بصوا كده الروعه. شايفين جمالها وحلاوتها وطعمتها. انا عايزاكم يا جماعه بالله عليكم تحضنوني في الكومنتات. اهم حاجه الحضن الجميل الدافي. اهم حاجه يا بنات الحضن الجميل الدافي بتاع توته. دعوه حلوه من قلوبكم ربنا يكبر بخاطركم. بصوا كده المنظر. انا بجد يعني عملتها بحب لاولادي والله. الصينيه بجد كانت في منتهى الروعه، في منتهى الجمال. بصوا حتى انا هوريها لكم كده بعد ما اقطعها. بصوا الخرطة، بصوا الروعان، تحفة. بصوا انا هاكل منها دلوقتي وعايزة اقول لكم طعمها زي الشهد في بقي بجد، ومرملة ومفرولة عشان حطيت عليها حتة زبدة. ترميلة الزبدة يا جماعة وريحتها ولا طعمها تحفة والله بجد أكتر من روعة. تستاهل اللايك وتستاهل الاشتراك وتستاهل دعمكم لتوتة ووقفتكم تكونوا ظهر وسند لتوتة. حبايب توتة يا ريت كل اللي اتفرج على الفيديو يحط اللايك والاشتراك ويشير القناة عشان قناتي تكبر ويوصلكم مني كل جديد. بتمنى تكونوا ظهر وسند ودعم لتوتة. ربي يوفقكم ويكبر بخاطركم وزوروا بيت الله الحرام. كل اللي اتفرج على الفيديو